من الويب سايتس الحلوه قوي في نفس الوقت بسيطه هي الويب سايت بتاع نتفليكس، ودي ان شاء الله اللي هنتكلم عليها النهارده. الويب سايت دي تعتبر متقسمه لست اقسام. اول قسم عندك هو النافيجيشن بار ده، تاني قسم البانر اللي بيبقى في النص ده، تالت قسم بتاع الافلام الترند، رابع قسم الفيتشرز، خامس قسم بتاع الاسئله، وهنعتبر سادس قسم ده اللي هو الفوتو. خش على اول قسم اللي هو النافيجيشن بار، في اللوجو بتاع نتفليكس وعلامه الساين ان دول. تعال اول حاجه نظبط الباك جراوند ونخليها سمراء. تعال بقى نظبط الاتنين دول، الديسبلاي فليكس عشان يبقوا جنب بعض. الزد اندكس هنا 2 هقول لك ليه بعدين. اللوجو طبعا باللون الاحمر، والساين ان بutton برضو باللون الاحمر كده تمام. هنعمل البوتون هافر خفيف كده بحيث ان اللون يفتح اكتر. تاني قسم عملناه قبل كده لو فاكر، الجزء الترحيبي من الصفحه اللي بيشرح الهدف من الويب سايت. حطينا هنا الانبوت بتاعت الايميل والبوتون جيت ستارتد زي دول. تعالوا بقى نظبط الكلام ده، وظبطنا الحجم بتاع العنوان الرئيسي والباراجراف كده تمام. محتاجين بقى نظبط الاتنين دول كده عشان يبقوا تقريبا شبه ده. الديسبلاي فليكس عشان يبقوا جنب بعض، بينهم جاب 10 بكسل. طبعا لون الكلام هيكون ابيض، البوتون لونها هيكون احمر، وهنعمل لها برضو هافر احمر فاتح شويه زي كده. دلوقتي احنا محتاجين نخلي الاتنين دول تحت بعض كده. حاولت اجيب صوره شبه اللي ورا دي وحطيتها هنا اهي على الباك جراوند، وده الشكل النهائي. ممكن نضلم الباك جراوند اللي ورا دي شويه. عملت اوفرلاي فوق الباك جراوند وخليت الباك جراوند لونها اسمر عشان الباك جراوند تضلم شويه. الزد اندكس هنا 1، خلي بالك. الهيدر ده اللي كان في اللوجو والساين ان بutton، الزد اندكس بتاعته 2 عشان يكون فوق الباك جراوند اللي احنا عملناها دي كده. اعتقد الجزء الاول تمام. تالت قسم ده بتاع الافلام الترند، الجزء طبعا اللي انت عمرك ما هتوصل له عشان مش معاك فلوس تشترك. طبعا عملنا جريد للصور دي، كل صوره في ديفيجن لوحدها وليها باراجراف تحتها غالبا بيحتوي على اسم الفيلم. طبعا انا جبت صور من النت كده اي حاجه يعني، هي دي الصور. نظبطهم بقى بالسي اس اس، هنكبر دي شويه ونحطها في النص تمام كده. الجريد تمبلت ده معناه ان كل عنصر هيكون على الاقل 200 بكسل، وهيزيد حسب مساحه الشاشه بالاوتو فيت. الصور طبعا هنا الباك جراوند بتاعها هتكون سمراء، الاوفر فلو هنا مخفي عشان مفيش زيادات تطلع بره. هنعمل هوفر برضو خفيف كده بحيث لما نروح بالماوس على الصوره تكبر كده تمام. ظبط بقى حجمهم، حطيت لكل صوره طول 350 بكسل والعرض بتاعها 100% من المساحه. لو عايز تعمل الخط اللي ما بينهم ده حاجه برضو شبهه يعني بسيطه كده، تستخدم حاجه اسمها اتش ار، خلي لونها احمر برضو. رابع قسم اللي هو الفيتشرز دي، حاولت اجيب حاجه زي الصور دي كده تبقى لوجو يعني. هنعمل لها هنا باك جراوند سودا برضو، وهنعمل لها جريد برضو زي اللي عملناه فوق. هو ده. تعال نظبط دي كده، نكبرها شويه ونحطها في النص تمام كده. محتاجين نظبط الصور دي بقى، اديت لها طول 40 بكسل. تعال نظبط التكست اللي تحتها ده شويه كده تمام. خلي برضو الاتنين دول شكلهم احسن. الديسبلاي هنا فليكس ولكن الاتجاه هيكون فوق بعض، خلينا كل حاجه في النص كده تمام. بس كده فاضل اللون اللي هم عاملينه ده، اللي انا مش عارف اسمه ايه الصراحه. حاسه شبه لون السما لما بتبقى غامقه كده بالليل. تعال نشوف كده الكود بتاعه، نكتب مثلا دارك سكاي كولر كود. اعتقد ان هو واحد من الالوان دي. خدت اللون ده وعملت له جريدينت برضو بحيث ان تحت يبقى اسمر. اعتقد كده شكلها كويس. ممكن برضو نعمل لها هافر زي ده ببساطه كده. جميل. خامس قسم بتاع الاسئله ده، حطيت هنا 3 اسئله واجاباتهم. طبعا اللي انت شايفها قدامك دي اصلا بوتون، المفروض انا خليتهم في النص وحطيت لهم باك جراوند سمراء. هنعمل لكل سؤال باك جراوند لوحده شبه دي كده، طبعا هتكون سمراء والتكست هيكون ابيض. هنعمل برضو هافر كده بحيث ان احنا ايه لما نروح بالماوس اللون يفتح شويه. عايزين بقى نخفي الاجابات دي بحيث ان احنا ايه اول ما نتك على البوتون دي تظهر لنا. للاسف عشان الاجابات دي تظهر هنحتاج كود جافا سكريبت، ما تركزش فيه ممكن ابقى اشرحه لك بعدين. طبعا الاجابات في الاول هنا ظاهره، عايزين بقى نخفيها في الاول. الانسرز اهي، باك جراوند بتاعتها طبعا الاصفر ولون الاجابه بالابيض. خلي بالك هنا الديسبلاي نون هتبقى مخفيه في الاول. بص كده اختفت. اول ما تضغط ايه اللي بيحصل؟ ممكن نضيف افكت احمر برضو للباك جراوند بتاع السؤال دي، اساسها تبقى روشه مش عارف ليه. خلي بالك وين اكتف الباك جراوند هتتحول تبقى حمراء. بص حاسسها روشه والله. اتمنى ان شركه نتفليكس تشوف الموهبه دي وتتواصل معايا. اخر قسم معانا هنا هو الفوتر. طبعا احنا مش هنضيف كل الكلام ده، احنا هنحط بس كده ايه حاجه بسيطه يعني. نحط كام لينك كده وخلاص. هنا الباك جراوند سمراء والتكست في النص. طبعا انت محتاج تخفي اللون الازرق ده ومحتاج تخفي برضه النقط دي، فانا هعلمك ازاي تعمل كده دلوقتي. عندك في اليو ال ده الليست ستايل لما يبقى نون النقط دي بتختفي، وعندك هنا في الاي اللي هو بتاعت اللينك لما التكست ديكوريشن بيبقى نون اللون الازرق ده بيختفي. طبعا عملنا هنا الديسبلاي فليكس برضه عشان يبقوا جنب بعض مش تحت بعض زي ما كانوا، وخلينا بينهم جاب 20 بكسل. هنعمل بقى ترانزيشن كده بسيط، بس ده كان اخر حاجه معانا. بص اشوفك الفيديو الجاي.